إذا نواصل في نفس السياق ونواصل نحكيو على أيام الطهي العربي في دورته الأولى اللي صار أيام 1 و2 فيفري. أكثر التفاصيل حاضر معنا سي صادق كوكا مدير الأيام ورئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية. سي صادق مرحبا بك. شكرا بارك الله فيك على الاستضافة مرة أخرى. يعيشك مرحبا. إذا شفنا دو روبورتاج الأيام هذه اللي كانت أيام مهمة وهامة جدا، حدث جديد في تونس، وإن شاء الله الدورات الجاية نلقاو أكبر وأكثر أيامات. ناخذوا فكرة على الأيام هذه، كيف جات الفكرة نتاعها، أهم أهدافها، بعد ندخل في تفاصيل الأيام. تفضل. هي فكرة كانت من الجامعة التونسية للمطاعم السياحية اللي هي ديما تخدم على مصلحة القطاع بتاع المطاعم السياحية، وأيضا تخدم وطنيا، وتحب حتى جاتنا الفكرة هذه وقلنا علاش لا. مثلا شفت احنا في أوروبا اللي هم الدول يجمعوا مع بعضهم، علاش احنا ما نبداوش بالدول العربية؟ علاش ما يكونش مهرجان ونجيبوا 20 أو 25 دولة عربية؟ هذا معناها سورتو احنا عندنا تراث وهو معناها هذا عديد من الاجتماعات، وهذا وعديد من كان مش بالسهل، لكن احنا نشكر المكتب الجامعي اللي هو معنا عديد بعد عديد من الاجتماعات قررنا باش نعملوا هذه الاولى من النوع هذا. وبعدها نحب ايضا احنا نحب نشكر ايضا وزاره السياحه اللي هي احنا داعم فينا وزاره السياحه ونخدموا تحت اشرافها. وايضا حتى زوز وزارات اخرين اللي هما وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الثقافة. وأيضا حتى مشكور جدا والي تونس على المراقبة الدقيقة اللي هو مشى من كل جناح دارهم كل واحدة، وأنا كنت ندور معاه يعطيه الصحة وبارك الله فيه على الحرص على نجاح هذا الواحد. وأيضا الشكر أيضا إلى رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة كانت معنا أيضا في نفس الوقت. وأيضا الشكر إلى كل الهياكل، فما عديد من الهياكل أيضا الجمعيات نتاع الطهي وكل كانوا حاضرين، والشيفان وكل كانوا حاضرين معنا وتفاعلوا معنا، ويتسع نشكرهم بالمناسبة هذه. وأيضا ما ننساش الإعلام، الأول مرة نشوف الإعلام بالطريقة هذيك، برافو عليكم على خاطر انتم راهو مش توصلوا المعلومة هذه. راهم فما ناس كل ما يحضروش في للمهرجان ما ينجموش يجيوا من تونس من آخر تونس لا بالجنوب أو من الشمال، انتم راهو تخليوهم كانوا هم يعيشوا معنا. بارك الله فيكم، نشكركم على الكثافة وعلى الحرص. وهذه أول مرة نشوف الإعلام بالطريقة هذه، متحمس بطريقة كبيرة ياسر، وهذيك هي أنا نحب الشكر لك. كذلك يظل رئيس الدولة استقبل وزير السياحة. صحيح. عندنا أيضا ضيف كبير كذلك ضيف كبير بإذن الله اللي هو الدكتور بندر فهيد اللي هو رئيس المنظمة العربية. وكان حتى استقباله من طريف رئيس الدولة. الضيف نتاعنا اللي هو رئيس المنظمة العربية هو أول شيء شكرنا برشا على المبادرة التونسية اللي هي بدات في المشاركة العربية والخروج من تونس. ويلزمنا نوحدوا الدول العربية هذه، يلزمنا نشوفوا ونكتشفوا التراث معناها كبير ياسر في الطهي العربي. وفهمت الله الحق معناها شجعنا وخرجنا بعديد من الإنجازات اللي هو كان معنا في الافتتاح، ومعناها مش يواصل معنا في العمل هذية، ومش تصير عديد من التظاهرات كما هذه مش في تونس برك، ايضا مش تمشي حتى للدول الاخرى تحت المنظمه العربيه. وسياده الوزير ذولي اعلن على يوم وطني للطبخ التونسي هكا. صحيح. هذاك زاد فهمت الله 1 فيفري راه مش يكون ربما تاريخي لانه كما موجود في يوم في السنة عندك اللباس التقليدي يوم وطني. علاش احنا الوزير يعطيه الصحة اللي هو خذا في المبادرة باش يكون أيضا يوم وطني للطهي التونسي. وبعد كل دولة تعمل النهار هذا زاد فهمت ولا. وبعد احنا باش نعملوا كل سنة أيضا دولة عربية تعمل، هي تنجم تنظم لكل الدول العربية، ومش تكون ايضا فهمت الله في جوائز، ومش تكون برشا حاجات. عندنا موروث كبير سي صدق في الطبخ التونسي. تو كي نمشيو للمطعم نلقاو أكلة 2 3 تونسية والباقي كله معناها ماكلة بصراحة ماكلة من برا. علاش ما نرجعوش معناها نعملوا دي منيو كلهم توانسة 100% توانسة؟ فما بعض المطاعم مش الكل، لكن ماذا بينا يتعمم الموضوع هذايا. هذا ضعف منا
من المطاعم بكل صراحه، وايضا عدم الثقه في الاكله فهمت لا الوطنيه، وقت اللي هي تونس معناها راهي ثريه فهمت لا تعرف الحضارات كل تعداوا من هنا، فما ماكلات فهمت لا طليانيه مالتيه. اليوم يلزم فهمتني لا ايضا احنا زاد نحبوا ننشروا النوع هذا كل المطاعم، ونزل تاخذ باعتبار الماكله فهمتني لا التقليديه التونسيه. واليوم تشوف في كل ولايه عندها اكله فهمتني تختلف على الولايات الاخرى، مشيت للجنوب نلقى ماكله، نمشي للشمال نلقى ماكله. هذا الكل علاش ما يتوثقش؟ علاش ما يتلمدش مع بعضه؟ علاش ما يظهرش؟ ايضا يحبونه يظهر. ربما على الاعلام يكون يجيو لهنا يورونا ماكله فما اكلات فهمتني ما نعرفوهمش في جهات تونس. وتنجم تكون هذيك بعد احنا كي نختاروهم ونعرفوا كيفاش نروجوهم تولي عالميه اصل. كيفاش وصلوا الطليان بالبيتزا ولا بالسباجيتي ولا هذاك بالطريقه هذه، معناها هما فهمتوا لا يدوروا ويشوفوا الاكلات نتاعهم وينوعوهم ويروجوهم بعد فهمتني بطريقه. النوع هذا من التظاهرات اللي قمتوا بها مؤخرا عنده انعكاس اكيد ايجابي وايجابي جدا على السياحه، هكا ولا؟ طبعا هو والله شوف انا في الخارج تعرف عديت مده طويله في الخارج، شفت معناها الاوروبيين خاصه يمشيوا برشا لتايلاند. وقتها انا فهمت لا استغربت علاش يمشوا لتايلاند. تو احنا يقولوا الشمس والبحر، قلت لهم هي تونس اقرب فهمتني لا علاش انت ساعه ساعتين قال لك لا التايلانديين عندهم ماكله باهيه برشا، الكويزينه نتاعهم معناها باش تفهم انت راهي فهمتني لا الطهي والاكل راهو هذا راهو مهم جدا للسائح. السائح قبل ما يمشي يحب يعرف ان راه ينجم يعيش غاديك فهمتني لا اسبوعين شهر شهرين، يحب فما اللي يعمل اسبوع، فما اللي يحب يعمل حتى شهرين. لكني يخمم هو اندرا فهمتني لا ينجم ياكل ولا هذاك هما تايلاند بالحق فهمتني لا. ومشيت انا بعد نلقاهم عندنا بالحق. احنا يلزمنا زاد نوريو الماكله نتاعنا، يلزمنا نوريوهم، وايضا حتى تكون متنوعه وتكون بالطريقه اللي هي زاده فهمتني للناس الكل، مش تعمل الهريسه مثلا تحط فيها فهمتني حرك برشا باش انت تهرب الناس. لا معناها احنا بشوي بشويه ان شاء الله فهمتني لا باش ندخلوا ايضا للمنافسه ان شاء الله الاوروبيه، ونوليو احنا زاده فهمتني لا معاهم في الستاند بتاع الاجنحه العالميه اللي هي تكون فما بطولات عالميه كل سنه. ما تلقاش ما عندناش انتصارات عربيه فهمت. تلقى بعض التوانسه او بعض العرب تلقاه هو وحده جاء، هو مجهود وحده في مطعم عنده مطعم ويمشي يشارك، وفي حتى بعد يوصل معناها يتقدم فهمتني. لكن تكون جامعه ووزاره تكون موجوده باكلات فهمتني لا معناها دقيقه ومعناها مهذبه ومدروسه. نقول احنا نقول نتصور انا فهمتني لا تونس خاصه تونس اللي هي تنجم تمشي قدام برشا، وهذا يراو فهمتني لا احنا دوله سياحيه. وانت فهمتني ولا شوف انت قلت معناها الاقتصاد وقت اللي عمل الفرنساويين عملوا احصائيات شنو المدخول اكثر للسياحه في فرنسا هو هم المطاعم. يدخلوا اكثر فهمتني ولا. انت ما تجيبش انت فهمتني ولا يجيك سائح ويقعد في الاوتيل، وقت اللي يعرف عنده حاجات باهيه مش يخرج ويصرف ويمشي للقهوه ويمشي للتاكسي ويمشي يدور. هذاك هو فهمتني ولا السياحه، مش تجيبه على الاوتيل تسكر عليه وتقول له لا اقعد هنا احنا تنتلاهوا بيك. اكزاكتومون. ايام الطهي العربي باش يكون موعد سنوي، وشنو هو الافاق نتاعو من بعد؟ والله احنا الافاق اللي هو معناها شوف احنا مش نتعرفوا على اشقائنا العرب ايضا، نحب نعرفوا شنو عندهم ونحبوا هما يعرفونا زاد ايش عندنا. والله معناها حاجه اللي شفتها اللي تعلمت يعني حاجه رغم اللي صفرت برشا وكل شيء في حياتي، لكن اليوم نكتشف هو انه برشا ماكلات ما نعرفهمش في الدول العربيه. المره هذه شفتهم معناها حاجات قراب لبعضنا، لكني حاجات ممتازه تنجم تنافس اي دوله. هذا اللي هو معناها يخلينا باش احنا نزيدوا نتقدموا ونزيدوا نعملوا تظاهرات اكثر من هكا، وتكون حتى تشجيع للفائزين ومنافسات اللي هو معناها تبرع بها هذا فهمت رئيس المنظمه العربيه، معناها تكون جائزه باهيه فهمت تقريبا 10,000 دولار اللي هو معناها يعمل عمل جيد. واحنا هذا هو اللي مش نقولوا. واليوم هذا مهرجان يولي مهرجان الطهي الوطني
هذا زاد مهم، اللي هي كل معتمديه كل ولايه كل مدينه تعمل الطاي تخرج خرج لبرا فهمت لا الساحه واعطيها رمز معناها حتى رمز صغير فهمت لا باش واش ياكلوا هكاكا نتعلموا احنا بالماكله التونسيه باش اللي يجي فهمت لا من الساح يشوف الماكله ويشوف الواحد. واضح. شكرا لك يعطيك الصحه. نختموا فما حاجه تضيفها تحب تضيفها سي صادق؟ والله لا معناها يعطيك الصحه فهمت لا فما زاد احنا عندنا بعث اكاديميه عربيه احنا قاعدين معناها نكونوا في نقولوا اداره قويه عربيه اللي هي مش تحمي المنتوج العربي. لان احنا نقولوا اليوم عندنا الكسكسي الكسكسي نتاع شكون؟ يلزم احنا نعرفوه نتاع شكون الاول وشكون الثاني وشكون الثالث. شوف انت اليوم ايطاليا ايش عملت هي؟ قالت لك البيتزا نتاع ياني وعندها معناها عالميا اذا كان نعملوا احنا مهرجان في البيتزا تو يجونا الطلاينه يوقفونا قول لا هذيك مش نتاعكم نتاعنا احنا. احنا كيفاش زاد فهمتني ولا هالاكلات نتاعنا احنا زاد باش نحافظوا عليه باش ما يهزوهاش فهمتني لا ياخذوها لنا. احنا الكسكسي ان شاء الله فهمتني ولا فرنسا وايطاليا ما فكوها لناش ان شاء الله. لا شكرا لك سي صادق يعطيك الصحه رئيس الجامعه التونسيه للمطاعم السياحيه. شكرا لك. نمشيو للجزء الثالث من ايام الطهي العربي الجناح الفلسطيني ثم نواصل مع ضيوفي. تفضل.